تصريح خطير من دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد يفاجئ ريال مدريد بعد الفوز على أتلتيكو مدريد والتأهل لمواجهة برشلونة في نهائي السوبر الإسباني. ولكن قبل أن نبدأ قم بالضغط على زر القلب وعمل إكسبلور لنرى كم عدد محبي ريال مدريد. تحدث دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء قائلاً: الخسارة مؤلمة بلا شك، خاصة أننا كنا نأمل في الوصول إلى النهائي، لكن هذه هي كرة القدم. دخلنا المباراة بشكل لم يكن مثاليا وتلقينا هدفا مبكرا أربك الحسابات، ومع ذلك أظهر الفريق رد فعل جيدا وحاول العودة في النتيجة. وأضاف: بعد البداية الصعبة سيطرنا على فترات طويلة من المباراة ونجحنا في فرض أسلوبنا، لكننا افتقدنا للدقة في اللحظات الحاسمة. صنعنا فرصا وضغطنا بقوة، إلا أن التفاصيل الصغيرة كانت ضدنا، وهي ما تحسم هذا النوع من المباريات الكبيرة. وتابع سيميوني: في الشوط الثاني تحسن أداؤنا بشكل واضح وتمكنا من تقليص الفارق بسرعة، وكان لدينا الإحساس بأننا قادرون على العودة، خصوصا مع الضغط المتواصل في الدقائق الأخيرة، لكن لم نترجم هذا التفوق إلى هدف التعادل. وأشار مدرب أتلتيكو مدريد إلى بعض الأخطاء قائلا: ارتكبنا أخطاء كلفتنا الكثير أمام فريق يعرف كيف يستغل أي هفوة. عندما تلعب ضد هذا المستوى من المنافسين لا يمكنك أن تمنحهم مساحات أو لحظات تركيز منخفض. واختتم سيميوني تصريحاته قائلا: أنا فخور بالروح القتالية التي أظهرها اللاعبون حتى اللحظة الأخيرة. سنخرج من هذه المباراة أقوى، وعلينا أن نتعلم مما حدث ونواصل العمل، لأن الموسم لا يزال طويلا، والتحديات القادمة تتطلب منا رد فعل أكبر وشخصية أقوى.